السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بخير، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة حبيت ان انا اعمل كنافة بالمانجا والكريمة. كان معايا ربع كيلو كنافة في الفريزر، حبيت ان انا اطلعه واعمله تحلية جميلة جدا وسريعة وما تاخدش معايا وقت. وطبعا احنا عارفين ان احنا في رمضان الكنافة بنحبها في اول رمضان او اخر رمضان، جميلة جدا الكنافة وخفيفة. راح اعملها بالكريمه. انا طبعا الكنافه حطيتها على البوتاجاز زي ما انتم شايفين، وكنت مقطعاها قطع صغير. حطيت لها معلقه السمنه، هسيبها لغايه ما تصفر معايا. زي ما انتم شايفين كده الكنافه معانا صفرت وعطتنا اللون الذهبي ما شاء الله. طبعا انا طفيت عليها البوتاجاز، راح احط لها نص كوبايه من السيرب. ما شاء الله عليها، جميله جدا الكنافه بالمانجا وطعمها جميل. اقلبها كده مع السيرب كلها، اخلطها مع بعضها عشان تشرب السيرب معانا، واقلبها مع بعضها كده حسب التحلاية اللي بتحبيها في الكنافة بتاعتك. ممكن تحط لها ربع كوباية، نص كوباية، حسب التحلاية. اقلب كل حاجة مع بعضها كده، ويلا بينا نحضر المكونات الباقية. وزي ما انتوا شايفين كده انا معايا منجيتين كنت مقطعاهم شرايح، ومعايا كريم شانتيه، حبيتش اطول الفيديو عليكم، ومعايا الكنافة بتاعتي. كده انا حضرت الطبقة اللي راح اعمل فيها الكنافة بتاعتي. انا هحط الكنافة كده من تحت، عايزة حابة انت تحطي كريمة تحطي في الطباقة، تحطي مانجا براحتك انت في الشكل. انا اول حاجه اروح حاطه الكنافه كده من تحت. بحبها جدا الكنافه بالطبقه كده، بتبقى سهله جدا. كل واحد كده ياخد الطبق بتاعه على طول، ما شاء الله عليها، وطعمها جميل. وبعد ما حطيت الكنافه في الطبقه زي ما انتم شايفين، اجيب الكريمه بتاعتي واحطها. طبعا انا بجيب من عند العطار يا جماعه كريمه سايبه، بتبقى ما شاء الله عليها جميله جدا وفيها بركه. واضربها كده بلبن بميه بالمضرب، تبقى بالمنظر الجميل ده. تبقى معانا هشة وطعمها جميل جدا، وتحط لها معلقة سكر وتضربيها في المضرب، هتطلع معاكي كريمة جميلة جدا. بعد ما حطيت الكريمة اجيب المانجا واحطها زي ما انتوا شايفين كده. طبعا المانجا متوفرة كتير معانا عشان كنا مخزنينها لرمضان بإذن الله. بعد ما حطيت المانجا اروح حاطة كنافة، ونفس الطريقة ديت راح اعمل طبقات طبقات مانجا وكريمة وكنافة، بيبقى طعمها جميل جدا. ومعانا تبقى معانا الكنافة طعمها جميل جدا، ومع المانجا راح تعجبك جدا الطريقة دي، وطريقة سهلة وجميلة. اخلص كل الطبقة بتاعتي عشان اطولش الفيديو عليكم زي ما انتوا شايفين كده. بس اجيب الكريمة واحطها زي ما قلت لك، طبقة طبقة، تحطي كريمة وتحطي مانجا، وتشكلي كده اهو في الطبق بتاعك. بعد ما احط الكريمة اجيب المانجا واحطها. طريقتنا سهلة خالص، هتعجبك. وخلصنا الطبقة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده، ما خدش معايا وقت خالص، ما شاء الله عليها بجد. وطبعا المانجا مغرم الأطفال، الكريمة جميلة جدا. والجو اليومين دول الدنيا حر، جميلة جدا من تاخديها كده وتحطها في التلاجة وتطلعيها تسالي. ولو متوفر عندك كنافة، قومي بسرعة واعمليها بالطريقة الجميلة دي السهلة والبسيطة. طريقتها سهلة خالص وجميلة جدا. ولو أول مرة تشوفي قناتي فضلا ليس أمرا، حط لي لايك واشتراك، واشوفكم في فيديو تاني بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.